تعالي أما أقول لِك على السر اللي ما حدش قاله لِك خالص في عمل مخلل المشكل عشان يطلع معاكِ. مش هاقول لِك برضه أحسن من بتاع برّه، علشان بتاع برّه مش حلو، ده أحسن منه ب100 مرّة، ده كفاية طعمه اللي يجنن. تعالوا بينا نحضّره مع بعض يالّا بسرعة. بس لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان داخل علينا وعايزين نعمل أحلى شوية مخلل مشكل، يالّا بينا يا أحلى بنات في الدنيا نحضّره مع بعض كده بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. أول حاجة هنجيب الليفت بتاعنا، وطبعًا ده شكله، ده إحنا بنشتريه كده من السوق بيكون شكله عامل كده، بس طبعًا أنا جِبته كده ونضّفته كويس وغسلته، شايفين شكله؟ هو ده الليفت اللي إحنا بنشتريه. وهناخد الليفت بقى بتاعنا وهنقطّعه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، هنجيب السكينة وهنقطّعه زي شرائح كده، بس تكون تخينة شوية. وهنجيب القطّاعة، طبعًا القطّاعة دي أنا مسمياها القطّاعة اللهلوبة، طبعًا موجودة في كل بيت، لو ما عندكيش ممكن تقطّعي بالسكينة عادي، بس أنا باقطّع بيها كده علشان تدّينا الشكل الجميل اللي حضراتكم شفتوه كده زي بتاع برّه بالضبط. وطبعًا أنتِ لو هتعملي المخلل وعايزاه يقعد معاكِ فترة طويلة، هتخلّي قطعة الليفت كده تخينة معاكِ وأنتِ بتقطّعيها علشان تقعد معاكِ فترة طويلة. لو حابة تاكلي المخلل بعد يومين، هترفّعي كده القطعة بتاعة الليفت أو أي نوع خضار أنتِ هتحطيه، ترفّعيه كده علشان يستوي معاكِ بسرعة. وهنقطّع كمية الليفت اللي معانا كلّها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، هنقطّعه كده بالطريقة دي. طبعًا أنا مقطّعاه كده حجم متوسط، ولا كبير أوي ولا صغير أوي، بالحجم ده كده. وبكده قطّعت كمية الليفت اللي معايا كلّها بالشكل ده كده، طبعًا كان شكله جميل جدًا. القطّاعة دي بتخلّي كده شكل المخلل بتاعِك جميل، أحسن ما تقطّعيه بالسكينة. طبعًا هي متوفّرة في جميع الأسواق، وسعرها مش غالي أوي، ده سعرها بسيط جدًا. وكفاية إن هي بتخلّي كده شكل المخلل بتاعِك جميل كإنِّك شارياه من برّه بالضبط. وكمان لمّا تعمليه بنفس الطريقة اللي إحنا هنعملها مع بعض دلوقتي، هيطلع معاكِ أحسن من بتاع برّه ب100 مرّة. وتعالوا بينا بقى ندخل على تاني نوع وهو الجزر. طبعًا أنا جِبته غسلته كويس وقطّعته بنفس القطّاعة اللي أنا قطّعت بيها الليفت زي ما حضراتكم شُفتوا كده في الأول. بس أول حاجة أنا عملتها أنا قشّرته كده بالقشّارة، شِلت كده القشرة الخارجية بتاعته، طبعًا لو مش حابين تشيلوها دي حاجة ترجع لكم أنتم. وبعد كده غسلته وقطّعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وده تالت نوع معانا، هو طبعًا القرنبيط كلّكم عارفينه، جِبته وقطّعته صغيّر جدًا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وأهم حاجة تخلّيه كده قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين كده علشان يستووا معاكم بسرعة. وطبعًا أنا جِبت كده قرنبيطة غسلتها كويس الأول، وقطّعتها إلى قطع صغيّرة. وطبعًا الخضار اللي أنا باقوله لكم ده أساسي في عمل المخلل المشكل، علشان تشكيلة كده جميلة مع بعض بيخلّي كده طعم المخلل جميل. وتعالوا بينا يالّا ندخل على رابع كده نوع وهو الخيار. هنجيب الخيار بتاعنا هنغسله كويس، وطبعًا أهم حاجة لمّا تيجي تنقّي الخيار كده، تنقّي الخيار الصغيّر خالص، واوعي تقطّعيه وأنتِ بتحطيه كده في المخلل علشان يقعد معاكِ فترة طويلة. ولمّا تيجي تقدّمي المخلل بتاعِك يبقى قطّعيه كده زي ما حضراتكم شفتوه كده في أول الفيديو. وطبعًا معانا الفلفل، ده أساسي أصلًا بيخلّي طعم المخلل جميل جدًا. وطبعًا إحنا من عشاق الفلفل، فهنكتّر كمية الفلفل معانا شوية علشان بيكون طعمه جميل جدًا وبيخلّي طعم المخلل أجمل. وطبعًا أنا جِبته وغسلته كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعًا هو مش محتاج تنضيف ولا أي حاجة، والعنقود الأخضر بتاعه ده كده إحنا بنحط الفلفل بيه. وطبعًا إحنا هناخد كمية الخضار اللي معانا دي كلّها هنقلّبها كده مع بعض، وهنحطها في جرادل أو لو عندِك برطمانات أو أي حاجة أنتِ بتخلّلي فيها، هتحطها كده فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعًا أنا قلّبت الخضار ووزّعته في جردلين، طبعًا أنا عاملة كمية كبيرة طبعًا علشان يقعد معايا طول السنة. وزي ما حضراتكم شايفين أنا حاطة الخيار سليم علشان يقعد معايا فترة طويلة. وساعة لمّا باجي أقدّم كده المخلل باقوم مقطّعة كده الخيار إلى شرائح زي ما أنتم شفتوه كده في الأول. ولو هتاكلي من المخلل على طول وحابة تقطّعيه ممكن تقطّعيه، دي حاجة ترجع لِك أنتِ، بس زي ما قُلت لكم علشان يقعد معايا فترة طويلة. تعالوا يالّا بينا نعمل أحلى محلول لأحلى مخلل بيشكل كده، طبعًا ده اللي بيغيّر كده من طعم المخلل بتاعِك ويخلّي طعمه في حتة تانية خالص. أول حاجة هنجيب الفلفل الأحمر بتاعنا الحراق ده، وهو ده أساسي في الوصفة، ده بينقل المخلل بتاعِك إلى حتة تانية خالص، بيخلّيكِ تاكلي طعم مخلل عمرِك ما كلتيه في حياتِك، طبعًا ده أساسي، اوعي تستغني عنه. هنجيبه هنغسله كويس وهنشيل القمع الأخضر اللي فيه ده، وهنقطّع كمية الفلفل اللي معانا كلّها زي ما حضراتكم شايفينه كده. وكده خلّصته، هاجيب الخلاط بتاعي وهاخد الفلفل وأقطّعه في الخلاط بالشكل ده كده، طبعًا علشان الخلاط يلِف معايا بكل سهولة. ولو مش حابة تفرميه في الخلاط ممكن تفرميه في الكبة، يعني أي حاجة موجودة عندِك ممكن تعملي بيه زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا أنا قطّعته، هانزل عليه بالمَيّة طبعًا علشان يلِف معايا، طبعًا أي كمية مَيّة مش كمية معيّنة يعني، إحنا كده هنزوّد مَيّة. وهاخده هافرمه كده في الخلاط وهانزل بيه، هاجيب بولة كبيرة وهانزل بالفلفل بتاعي وهانزل عليه ب3 كوبايات من الخل. وطبعًا أنا علشان أنا عاملة كمية كبيرة فهانزل عليه ب3 كوبايات من الخل، وكمان علشان
هناكل منه بسرعة، فهو الخل بيساعد إن المخلل بتاعِك يستوي معاكِ بسرعة. لو كنتِ أنتِ هتعملي المخلل وهتاكلي منه بعد فترة، بعد شهر والّا حاجة، ما تحطيش خل، علشان زي ما قُلت لِك هو بيسوي المخلل بتاعِك، بيخلّيه يستوي معاكِ بسرعة علشان تاكلي منه بسرعة. وطبعًا أنا هنا ضِفت الملح، وهاقلّب الخليط ده كلّه كويس لغاية لمّا الملح بتاعي يدوب تمامًا ويختفي، وهازوّد الطبق بتاعي مَيّة وهاقلّبه كده كويس، وهاخد الخليط ده كده وهاوزّعه بين الجردلين، يعني أنا هاحط نُصّه هنا ونُصّه هنا. وطبعًا أنا هازوّد مَيّة دلوقتي، وتعالوا بينا بقى نتكلم على نسبة الملح. طبعًا لكل لتر من المَيّة هتحطي 4 معالق كبار من معالق الأكل الكبيرة، 4 معالق ملح، يعني اللتر بياخد 4 معالق ملح. وأهم حاجة لازم نسبة الملح تبقى عالية شوية، علشان طبعًا الخضار بتاعِك طبعًا بيمتص كده نسبة الملح، ولمّا تيجي تاكلي منه هتلاقيه مضبوط، يعني ما تخافيش أوي، ما هيطلعش معاكِ حادق وهيطلع معاكِ مضبوط. أمّا لو ضبطتِ الملح بعد كده هتيجي تاكلي من المخلل هتلاقيه دلع خالص. فزي ما قُلت لِك لازم نسبة الملح كده بتاعة المخلل بتاعتِك تبقى عالية شوية، علشان يطلع معاكِ مضبوط. طبعًا هنا أنا زوّدت مَيّة بملح، يعني مش مَيّة بس، وضبطت الملح بتاعه وقلّبته علشان كلّه يختلط مع بعضه. ونزلت بشوية زيت على وش المخلل طبعًا علشان ما يعفنش معانا، ودي خطوة مهمة لازم تعمليها. وبعد كده هنقفل الجرادل بتاعتنا كويس، وهنكون متأكدين إن الجرادل بتاعتنا ما يدخلهاش أي نسبة من الهوا خالص. وده شكله بعد 4 أيام، وزي ما حضراتكم شايفين كده أنا حاطة الأطباق الأزاز دي كده علشان لقيت كده المخلل بتاعي عايم على الوش، فأنا قُلت لازم أنزّله كده بأي حاجة، فحطيت الأطباق دي كده. ودي أهم حاجة لو هتعملي في جردل، اعملي الخطوة اللي أنا قُلت لِك عليها دي، عشان المخلل بتاعِك يبقى كلّه مستوي زي بعضه. وبكده هتاكلي أحلى شوية مخلل وبألف هنا ليكم وعلى عيونكم يا رب. وزي ما قُلت لكم لو هتعملوا في جردل فلازم تحطوا الأطباق الأزاز دي، أو ممكن تحطي أي طبق عندِك ما عدا الأطباق الألمونيوم علشان هتتفاعل مع الملح وهتبوظ. وبكده قدّمت معاكم المخلل، وزي ما أنتم شايفين كده الخيار أنا قطّعته قبل ما أقدّمه، وبألف هنا ليكم وعلى عيونكم يا رب. وتعالوا أمّا أورّيكم بقى شكل المخلل اللي إحنا عملناه، حطينا عليه المكون السحري زي المحلات الكبيرة اللي بيعملوه، بيخلّوا لونه جميل جدًا، بيخلّي لونه كده وردي كده، لون تحفة. هتيجي تاكلي من المخلل تحبي تاكلي منه كده بسبب لونه، لونه جميل جدًا، وهو اللون الأحمر اللي بيضيفوه. طبعًا أنا ضِفت هنا لكل جردل ربع معلقة بسيطة كده من اللون الأحمر وقلّبته زي ما حضراتكم شايفين كده. هو ده السر اللي بيخلّي لون المخلل بتاعِك وردي كده وجميل. وما اقولكوش على لونه، بجد لونه تحفة. واوعوا تحطوا بنجر علشان هم أصلًا ما بيحطوش بنجر، هم بيحطوا نسبة كده من اللون الأحمر علشان المخلل بتاعهم كده يطلع جميل ولونه جميل كده. وطبعًا أنا غطيت برضه بعد ما حطيت اللون، غطيتهم كده بالأطباق وقفلت الجرادل. وطبعًا هنا الأميرة الصغيرة بتاعتي مش عايزة تمشي علشان أصور كده بعد الجرادل بعد ما عملتها، فأنا قُلت بقى أسيبها وأصورها. وبكده خلصنا معاكم طريقة عمل المخلل المشكل. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.